العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده احتفالية كبيرة سيدة الغناء العربي أم كلثوم قايم بها المستشار عمر جمسي. احنا النهارده هنتعرف عنه عن المؤتمر وازاي استمع لمكتبة القاهرة لمكتبة محمد خضر معايا المستشار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك والسادة الحضور الأفاضل، أولا أبناء محل القدرة وهي ثالث مدن الجمهورية في إعداد السكان، وكانت تسمى سابقا ببلد الكبراء. ونشكر السيد الفاضل مدير مكتبة الأستاذ أحمد معلول على حسن الاستقبال والتنظيم والضيافة، ونشكر الأستاذ أحمد الدنيا طبعا اللي اخويا بيعمل معايا في كل المناسبات، وبشكر كل الساده اللي حضروا من محافظات مختلفه رغم الجو الحار القارس الى يوم امس استجابوا المحاضره. فعلا شكرا شكرا شكرا. كلنا ده كله لاصلاح الحركه الثقافيه في مصر والوطن العربي والعالم. احنا دلوقتي هنبقى في صلاه رومانسيه، عايزين نعرف الرومانسيه بتتكلم عن ايه والفقرات اللي هتبقى موجوده. الرومانسيه طبعا بعنوان زهرة السوسن ام كلثوم كوكب الشرق. زهرة السوسن ام كلثوم كوكب الشرق. ان شاء الله فقرات الحفل ستكون بالتوالي، اولا بالسلام الجمهوري، ثم كلمات الساده اعضاء المنصه، بعدها مباشره تداخل الساده واعضاء الافاضل الحضور. كل فرد نفسه سيشارك بكلمه ازيد 3 دقائق عشان يدي فرصه لزميله اللي بعده اللي حضر من محافظات ثانيه يكون كلمته بيبدع في المده في شكل. احنا شفنا المستشار طلبه بيهتم بالمواهب، وان هو فعلا عايز يقرا الشعر بالصوره العصريه اللي احنا عايشين فيها. مؤتمرات كتيره في مصر والمحله وجميع محافظات الجمهوريه. النهارده هو بيقدم فقرات للمواهب بحيث بيدرس كل المواهب بيسالوا الصف الاول الجمهور الموجود. نعم طبعا احنا بنأيد وبندعم بكل قوه كل براعم ومواهب الانشاد الديني، الغناء، الشعر، بالثقافه بجميع مستوياتها بندعمها، وعشان ده كله نسلمه الى الجانب بعد المهنه الرائع بحيث ان يسلموا طريقهم باقل العقوبات. طبعا شيء جميل ان النهارده باقل المعوقات. شيء جميل ان النهارده وما في جميع محافظات الجمهوريه جايين نسعي الى ارض المحله، الارض اللي فعلا الارض اللي هي فيها اثار واثار كبيره. معايا دور المستشار طلبه اتكلمنا ان هو دايما مرافقه ودايما مرتبط بيه. الشاعر الاسماعيلي وولي شاعر فصحى ومدير عام لجهاز مركزي لتنظيم الاداره عن معاش حاليا. ويمكن انا حياتي متفرغه للادب والشعر. صالون النهارده بتاع الشخصيه بيتناول الشخصيات اللي هي اثرت في مصر. شخصيه يجب كل واحد يعرفها انها شخصيه عبقريه. عبقريه كوكب الشرق ام كلثوم. الأيقونة للفن الغناء العربي. كلثوم الشباب أم كلثوم. بعد كده نخش في مجال الكشف عن المواهب وإتاحة الفرصة للمبدعين. أما النصيب الأوفر هيكون من أم كلثوم الشباب. طبعا ام كلثوم ببلدها هي من زمان هي قريبه مننا، يعني مسافه بسيطه، فمن السهل ان احنا نيجي نقراها او نيجي بالمشاهد والكلثوم. ممكن معلش تقول لنا قصيده من شغلك؟
يقول فتحت برضه الأبواب جنب الكتاب الدنيا وصلنا فتحت برضه الأبواب جنب الكتاب الدنيا جنبك يمني والحال أتولد القلوب عليه وبيقول إيه وكان حد بيعرف الحديث حلو الكلام والدنيا حلوة حوالينا وهنعمل إيه وكان بزار الجبار وحنبنا أكرم الأمهات فلما بلغ أيدينا يمكن الحسن عليهم والنار على الأمهات والكل بغير الحال يد لها الأنوار كل بغير النهار والحديد بات الأسماء والعالم كله بيبني والكل جانا بهمي العالم كله بيبني والكل جانا بهمي مبروك عليكم علينا مبروك عليكم علينا شكرا والمصطفى كتاب الأوراق بتاع الثانوية العامة مستشار طلبة له فيه نماذج وهيكلمنا عن ازاي طرق التربية والتعليم وماله كتاب الأوراق حكايات. يمكن أنا شاعر من شعراء الشعر الخليجي الأصلي أو الأصيل. فكتاب الأدوار قرر أنه يدرس نماذج من شعري على طلاب الثانوية العامة للغة العربية بالبلاغة. وقرر القصيدة بتاعت عاش الهلال مع الصليب الأسعد في ألفة ومحبة وتودد ده عن أسري الأمة، وأتبعها بثمان أسئلة 8 أسئلة. والقصيدة الثانية عبارة عن ابتهال المنادات بقول فيها يا حي يا قيوم يا صمد يا من إذا ناديته أبي. برضه من ضمن القصائد المشهورة في البلاغة وعليها 8 أسئلة. أما بالنسبة لإنتاجي الشعري فالحمد لله أنا لي 5 كتب صدرت عن الثقافة اللي هي العامة لحصول الثقافة. منهم كتاب بعنوان أضواء على أحزان الشعراء ودراسة أدبية، وديوان الشعر بعنوان أحزان الشتاء. أحزان الشتاء. والنهارده بإذن الله تعالى هنشارك مع بعض، كل واحد هيقول قصيدة في حدود 3 دقائق عشان تتاح الفرصة لجميع المشاركين. ومعانا طبعا الأخوة الإعلاميين يشرفونا النهارده لإلقاء الضوء على هذه الندوة اللي أنا بعتبرها تكريم لأم كلثوم. تكريم لأم كلثوم. أنا كشاعر فصحى أنا بدرس تجارة، ولكن درست اللغة العربية، درست العروض وأكبر الشعر دراسة مستفيضة، وعندي مكتبة فيها أكثر من 10,000 كتاب، محتوياتها كلها كتب أدبية. تركيزي على الكتب الأدبية بالنقد ودواوين الشعر. بالنسبة لأم كلثوم أنا بعتبرها أحد الروافد اللي أنا أخذت منها وتعلمت منها وأنا شاب صغير. يعني أم كلثوم غنت كل الهدى نهج البردة سلوا قلبي سلوا مسطنا إلى عرفات الله يا خير سائري. قصائد دي تعتبر مدرسة لوحدها في شعر الفصحى من أغرب ما يمكن. أم كلثوم غنت قصيدة للشاعر الشهير إسماعيل صبري اللي كان وكيل وزارة الحقانية، والقصيدة دي كانت أبيات فقط
يا آسي الحي هل فتشت عن كبدي، 3 أبيات. وبيع من هذه الأغنية ملايين الأسطوانات في عام 1926. ولدت أم كلثوم عام 1898، توفيت عام 1975. أم كلثوم من الإعجاز اللي هي عملته في حياتها، الإعجاز الخاص بعبقريتها، غنت لأحمد شوقي بعد ما مات بأكثر من 20 سنة. غنت لحافظ إبراهيم بعد ما مات بأكثر من 22 سنة. أحمد شوقي مات في عام 1932، وحافظ إبراهيم سبقه بالوفاة، توفي قبلها بشهرين عام 1932. فجاءت أم كلثوم عام 1950 في عصر الملك فاروق، وبدأت تراجع الدواوين بتاع شوقي ودواوين حافظ إبراهيم، فعجبها القصيدة بتاعت مصر تتحدث عن نفسها. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي. مناسبة القصيدة دي إن حافظ إبراهيم أولاً كان ضابط حربية، وكان في السودان، وجه مصر عقب فشل المحادثات الخاصة بالدستور عام 1926. كان رئيس الوزراء اسمه عدلي باشا يتم، كرجل وطني، فقدم استقالته وجه. حافظ إبراهيم أيضا قدم استقالته وطلع خد الحياة المدنية. كتب القصيدة دي ترحيبا وتكريما لعدلي باشا يتم في حفل تكريمه سنة 1926. أم كلثوم قرأت القصيدة دي في ديوان حافظ إبراهيم، فقررت إنها تغنيها وأسندتها إلى العبقري رياض السنباطي سنة 1950. لحنها، ولكن غنتها أم كلثوم مرة واحدة عام 1951 مسجلة في الإذاعة، وأذيعت مرتين في الإذاعة عام 51. ثم صدرت الأوامر إنه ما تذاعش في الإذاعة. في عام 52 قامت الثورة في 52. لما قامت الثورة كان لابد إن الرقيب اللي موجود في الإذاعة يدي قرار بعدم إذاعة أغاني أم كلثوم. فخد القرار ده بعدم إذاعة أغاني أم كلثوم. ليه؟ قال لي ما من الفلول. الباقي هي مواليد 1898 وغنت الملك فاروق وغنت عشان الملك من الفلول. ماشي. لما قامت ثورة 52 23 يوليو قعد جمال عبد الناصر يسمع الإذاعة على أساس إن كلثوم يسمع أغنية واحدة منها. للأسف ما سمعهاش. ثاني يوم اتصل بالرقيب قال له فين أغاني أم كلثوم؟ قال له فاكر إحنا منعناها من إيه؟ من الإذاعة. قال له منعتها ليه؟ قال له لأنها من الفنون، كانت أغنية الملك. قال له أم كلثوم؟ قال له نعم. قال له أمال الأغنية بتاعت وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. قال له لو أنت تقدر تاخد فاس وتروح تهدم الهرم يبقى أنت هتمسك أم كلثوم.
كنت تقدر تهدم الهرم، فأطلق على أم كلثوم الهرم الرابع. فقرر عبد الناصر إقالة الرقيب وإذاعة الأغنية على كافة شبكات الإذاعة يوميا. فانطلقت أغنية مصر تتحدث عن الإنسان، وقف الخلق ينظرون جميعا كيف يبني القواعد. الهدف والشعر عن منتشر كله هيقدم كله. إبداعها الإعلامي اليوم في الرقم المقصود من هذا الكتب. الحركة الثقافية مصر والوطن العربي والعالم، وتأكيد الحاجة الكبيرة لها بعد كبير موجود رجل أهل المحلة بالرأي الرسول الثاني كان الرفاعي والصادق عن الأستاذ محمد وليد الجزار. تعالى اقعد بعد شوية للأسف وبلا عشان المحافظات مختلفة وهو بيت وأبناء محمد نشكر كل المسلمين يقيم من قواعد الحياة حمد معانا من دولي رغم الخير والطار والفارس. وأهلا وسهلا بحضراتكم إن شاء الله يكون هذا المريض أهل المحلة الكرام بلد الكبريات والمحلة كلها كانت جديدة على مستوى الجمهورية في أعداد السكان والأمة في شرق الأوسط في الصراع. هذه الأيام يا أبناء المحلة كنت أتمنى في تخرج أكون من أبناء المحلة ولكن ما يصيرش نصيب. كل سنة وأنتم شرفتوني جدا جدا، وأحب أكتب كلمة للأستاذ أحمد محمود على المكتب